السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترتنا دكاترة تانية ثانوي، ازيكم يا شباب؟ النهارده إن شاء الله هنراجع مع بعض كل الأسئلة اللي كانت خاصة بالليسون بتاع السيركيلاتوري سيستم. نتمنى يا شباب إن احنا نكون ذاكرنا، لأن احنا المفروض بنراجع الهوم ورك بعد ما بنعمله وبعد ما بنذاكر الليسون. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا نبدأ مع بعض. هنا دكاترة في كويشن نمبر 1 بيقول لك which of the following is considered the correct path for transfer contraction impulse to the muscle of ventricle. طبعا اخدنا ازاي بيتم نقل الالكتريك امبلس اللي بيتم تكوينها من السانود بتتنقل للاف نود وتمشي في الوول اللي فاصل بين التو سايد اوف ذا هارت، وبعدين بتخش في البرينكج فايبر. اتكلمنا في القصه دي كلها. فلما اجي اقول لك هنا سينو اتريال نود اللي هي السانود، هل تنقل الهيس فايبر؟ طبعا ده غلط، لان اللي كان بينقل الهيس فايبر لو احنا رسمنا الرسمه كده يا شباب، ادي طبعا هنا السانود وهنا كان في الاف نود. السانود تنقل الاف نود والاف نود تنقل الهيس فايبر اللي كانت موجوده في الوول. فهنا بيقول لك السينو اتريال نود تنقل الهيس فايبر، فده غلط. بص البي. طب البرينكج فايبر اللي هي كانت موجوده هنا، هل تنقل السينو اتريال نود؟ غلط. وبرده السينو اتريال نود هيس فايبر برده السي غلط. بص كده دي الاتريو فنتريكال نود اللي هي دي يا دكتور، مالها؟ هتنقل الهيس فايبر صح، ومن الهيس فايبر للبرينكج فايبر صح، وبعدين للوول اوف فنتريكال نعمل له كونتراكشن. لذلك يا دكتور اجابتك هتبقى نمبر دي. طيب كويشن نمبر 2 بيقول لك study the opposite graph that illustrates the difference in thickness of human heart. وبعدين بيسألك what is the heart chamber that pump blood to the lung. مين يا جماعه الهارت تشامبر اللي بتنقل الدم لللنج؟ واحده واحده بقى كده، وعايز واحد بيفهم. طبعا لو حضرتك فاكر لما جينا خدنا الاستراكشر بتاع الهارت رسمناه يا دكتور بالمنظر ده كده، وقلنا طبعا احنا كان عندنا 4 تشامبر، وهنا طبعا ده فالف اهو وده فالف تاني. لو انت فاكر يا جماعه الحته دي كان اسمها ايه؟ كانت ليفت فنتريكال، ودي كانت مين؟ كانت الرايت فنتريكال. كلام محترم جدا. انهي تشامبر فيهم يا دكتور كانت بتبعت البلد لللنج؟ اتفقنا يا جماعه ان خارج من هنا كان مين؟ بالمونري ارتري اللي كان بيروح لللنج، وهنا كان خارج الاورطه اللي كان بيروح لكل اجزاء جسمك. حلو الكلام. طيب مين فيهم بقى يبعت لللنج؟ اتفقنا يا جماعه الرايت فنتريكل. وكلنا عارفين، ركز في اللي هقوله، ان السيكنس بتاع التو اتريا في الوول بتاعهم قد بعض. طيب السيكنس بتاع الليفت فنتريكل اكبر من السيكنس بتاع الوول بتاع الرايت فنتريكل. ليه؟ لان يا جماعه الليفت فنتريكل بيعمل كونتراكت عشان يعمل بوشنج للبلد تو اول بارتس اوف ذا بودي، انما هنا يا جماعه الفنتريكل هيعمل كونتراكت عشان يعمل بوشنج للبلد لمين؟ لللنج. طيب مين اقرب للهارت؟ وجدنا يا جماعه ان اللنج اقرب لمين؟ للهارت. وطالما يا جماعه اللنج قريبه للهارت، ففي حاجه زي كده يا جماعه وجدنا ان السيكنس بتاع الوول بتاع الرايت فنتريكل اقل من مين؟ من الليفت فنتريكل. وبناء على كده انا بقول لك انهي تشامبر هتعمل بوشنج البلاد لمين؟ لللنج. واحده واحده. طبعا يا جماعه انت عندك هنا دول اهم، فين اعلاهم اللي هي 2 دي هتكون مين؟ دي هتكون ليفت فنتريكل. طب مين بعدهم على طول؟ 3 و3 يا جماعه هتكون مين؟ دي هتكون رايت فنتريكل. وطبعا 1 و4 المفروض الاثنين يبقوا قد بعض. الاثنين قد بعض يا جماعه، 1 و4 الاثنين دول كده اتريوم. فبقول لحضرتك مين من دول، لو انا حبيت اقسم لك الاربعه، مين من دول هيزق لك البلد لكل اجزاء جسمك؟ هتقول لي يا جماعه مين؟ 2 اللي هي ليفت فنتريكل. طب مين يا جماعه يزقه بس لللنج؟ هتقول لي مين؟ للرايت فنتريكل. يعني اجابتك هنا يا جماعه هتقول لي مين؟ هتقول لي نمبر بي اللي هي 3. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره في الكوتشن نمبر 3 بيقول لك study the following figure then determine the figure express highest activity of sinoatrial node في الهيلثي بيرسون، طبعا اللي هو بيعمل اكتيفيتي. طبعا يا جماعه السينو اتريال نود دي طبعا اللي بتخلي يحصل كونتراكشن وريلاكسيشن للهارت. طب طالما يا جماعه انت عايز اعلى اكتيفيتي، يعني واحد بيعمل مجهود، مين من دول اكترهم بيعمل مجهود؟ واحده واحده. هل وانت نازل على السلم شايل شنطه؟ ولا وانت نازل على السلم فاضي؟ طيب ولا طالع على السلم شايل شنطه؟ ولا طالع على السلم فاضي؟ طبعا ده سؤال تابلت جالهم بالمنظر ده كده، وبيقول لهم مين فيهم بيعمل مجهود اكتر. والله ممكن اي حد يحله. جرب انت انهي مجهود يا دكتور، تلاقي ان الهارت بيت اعلى معدل. هتقول لي بمنتهى البساطه وانا طالع سلم وشايل اي حاجه في ايدي. لذلك يا جماعه اجابتك هنا تبقى نمبر بي اللي هي واحد طالع على السلم وشايل لود في ايده. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا بيقول لحضرتك which of the following statement doesn't apply the valve. مين من دول يا جماعه لا ينطبق على الفالف؟ بيقول لك they are present at the same connection of heart
والبلمونري والاورتيك ارتري؟ طبعا، لان يا جماعه طبعا البلمونري ارتري بيتصل بالهارت بفالف اسمه بالمونري فين، والاورطه برضو بيتصل بالهارت بحاجه اسمها ايه؟ اورتيك فالف. حلو الكلام. طيب تعالى هنا يا جماعه في البي بيقول لك زي ار بريزنت في الكونكشن الهارت مع السبيرال والانفيريور فينا كافا. طبعا يا جماعه الانفيريور فينا كافا والسبيرال فينا كافا الاثنين مفيش بينهم خالص اي اتصال بالهارت عن طريق فالفات، مفيش فالفات بينه وبين الهارت، لذلك يا جماعه اجابتك هتبقى نمبر بي. دي جمله غلط. بص السي، زي allow passage of blood من الاتريوم للفنتريكل، صح، لان يا جماعه كلنا عارفين الهارت كان فور تشامبر اهو، والتراي كاسبت فالف يخلي البلاد يجي من الاتريوم للفنتريكل اللي قدامه، والباي كاسبت فالف يخلي البلاد يجي من الاتريوم للفنتريكل اللي قدامه، فده كده صح. بص دي، they allow passage of blood from two ventricle inside the artery in one direction، صح، لان يا جماعه هنا الفنتريكل ده والفنتريكل ده، الفنتريكل ده يا جماعه هيبعت في البلمونري ارتري، والفنتريكل ده هيبعت في الاورطه، فدي برده جمله صح. انما هنا يا جماعه الجمله الخطا تبقى نمبر بي، دي جمله غلط عن الارتري. انما ايه صح؟ لان يا جماعه انت عندك البلمونري ارتري بيتصل بالهارت بحاجه اسمها ايه؟ بالمونري فالف، والاورطه بيتصل بالهارت بحاجه اسمها ايه؟ اورتيك فالف. طيب تعالى في الكويشن اللي بعده. هنا يا جماعه في كويشن نمبر 5 بيقول لك which of the following blood vessel contain lowest percentage of carbon dioxide and highest percentage of ايه؟ oxygen. اعلى نسبه اكسجين يا جماعه جايه من البلاد فيزل اللي خارج من اللنج. هو مين اللي كان خارج من اللنج؟ هتقول لي يا دكتور بالمونري فين، فاعلى نسبه اكسجين هتلاقيها فين؟ في البالمونري فين. Question number 6 which of the following statement is correct about veins of left leg؟ مين من دول يا جماعه جمله صح عن الفين بتاعت الليفت ليج؟ دكتور هو انت جايب لي الليفت ليج عشان الخبطك، انما انا اصلا مش هحتاجها هنا في السؤال، انا عايز من دول جمله صح عن الفين في العموم. واحده واحده. بلاد فيزل كاري بلاد عند هاي بريشر؟ لا طبعا، اعلى ضغط كان عند مين؟ ارتري، فالايه غلط. والسلبي بالسيتنج بلاد فيزل؟ غلط طبعا، الفين يا جماعه نوت او دازنت بالسيت لان ما عندوش مين؟ ما عندوش الطبقه اللي بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن اللي هي كان فيها ان فولنتري ماسل. بص السي بلاد فيزل كاري بلاد اواي فروم ذا هارت؟ طبعا يا جماعه البلاد فيزل اللي كان بيجيب الدم بعيدا عن الهارت وينقله لكل اجزاء جسمك كان الارتري، فدي غلط. بص دي بلاد فيزل كونتين فالف، صح، الفين يا جماعه ده بلاد فيزل يعتبر عنده فالف عشان يمنع الباك فلو اوف ذا بلاد. طيب كويشن نمبر 7 بالمونري ارتري كونتين ايه؟ واحده واحده. هل البلمونري ارتري يا جماعه عنده بايكاسبت فالف؟ غلط، ده كان عنده بالمونري فالف، فالايه غلط. والسلبي طيب بلاد ويز هاي بريشر؟ طبعا ده بالمونري ارتري ووارد جدا فعلا الدم اللي يكون ماشي جواه عنده ضغط عالي، فدي مبدئيا صح. بص السي بلاد موفينج توورد ذا هارت؟ هل يا جماعه البلمونري ارتري بينقل البلاد تو ذا هارت؟ طبعا غلط، مش بينقل الدم للقلب، ده بينقل الدم لمين؟ لللنج، فالسي غلط. بص دي اوكسجينيتد بلاد البلمونري ارتري، قلنا اي ارتري معاه اكسجين اكسبت بالمونري ارتري الوحيد اللي كان معاه كربون دايوكسيد، فهو بيقول لك اوكسجينيتد بلاد ماله؟ غلط برضه، فبالتالي اجابتك نمبر ايه؟ بي. طب دكتور انت ليه عملت كده؟ ليه بتطلع كل الاجابات وتقول لي صح ولا غلط؟ ما ينفعش يا جماعه نحل سؤال الا لما نتاكد ان باقي الاجابات غلط او في حاجه تاني صح. انا لازم يا جماعه اشوف كل اجاباتي، يعني انا 4 اجابات اهم، انا وانا بحل قلت لك ايه؟ قلت لك ده مبدئيا صح، نكمل نشوف باقي الاختيارات. مفيش حاجه يا جماعه اسمها اختار اجابه وامشي، شوف لي كل اجاباتك في حاجه تنفع ولا لا. وبناء على كده يا جماعه البلمونري ارتري عنده هاي بريشر، صح، لان ده ارتري، فاجابتك في السؤال ده تبقى نمبر بي. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره في الكوتشن نمبر 8 سؤال برده محترم محتاج واحد بيفهم. بيقول لك ذا اوبوزيت جراف illustrate electric activity for the cardiac muscle. دي يا جماعه cardiac muscle اللي هي عضله القلب. During one heartbeat, which chooses the following table express the symbols illustrated in the graph. طبعا هنا يا جماعه دي رسمه ضربه قلب، زي ما كده بنيجي نشوف يا جماعه رسم القلب بتلاقيه معمول لك كده مثلا في رسمه القلب اللي انت بتشوفها. فاحنا خدنا واحده بس عايزين نشوفها عباره عن ايه. ركز معايا. مين يا جماعه جت عند نقطه الاو هنا؟ دي لسه يا جماعه هنعمل ريليز للالكتريك امبلس.
ركز بالله عليك. عند نقطه الاو هنعمل ريليز لمين؟ للالكتريك امبلس. خرجت منين؟ من السانود. هتعمل ايه يا جماعه؟ هتعمل كونتراكشن لمين؟ للاتريوم. فمن نقطه البي هنعمل كونتراكشن للاتريوم. طب بالمره يا جماعه، طالما عند البي عملت كونتراكشن للاتريوم، اكيد عملت ايه للفنتريكل؟ ريلاكسيشن. فممكن اقول لك ان البي كونتراكشن اتريوم او البي ريلاكسيشن لمين؟ للفنتريكل. ركز بالله عليك معايا. يبقى دلوقتي الكهرباء جت عند البي عملنا كونتراكشن اتريوم، يبقى اكيد عملنا ايه للفنتريكلز؟ ريلاكسيشن. حلو الكلام. طيب وبعدين يا دكتور هتيجي النقطه اسمها كيو ار اس. دي يا جماعه القرايه بتتم كده. يبقى اول حاجه الاو والبي، الخطوه الجايه كيو ار اس. كيو ار اس، الحته دي كلها على بعض كده. الحته دي يا شباب ايه اللي حصل فيها؟ بعد ما عملنا كونتراكشن للاتريوم في الكيو ار اس هنعمل ايه؟ هنعمل كونتراكشن لمين؟ للفنتريكل. حلو الكلام. طيب الكيو ار اس هتعمل كونتراكشن للفنتريكل. ممكن اجي اقول لك برضو ان المنطقه دي حصل فيها ايه؟ هتقول لي ريلاكسيشن للاتريوم. طالما عملنا كونتراكشن فنتريكل يبقى الاتريوم عمل ايه؟ ريلاكسيشن. فتقول لي يا دكتور برضو ممكن الحته دي اقول لك عليها ريلاكسيشن اوف اتريوم. حلو الكلام. طيب مين التي؟ التي هي يا جماعه البي، اللي هي برضو كونتراكشن للاتريوم او ريلاكسيشن لمين؟ للفنتريكل. فواحده واحده بقى. مين الاو؟ هنقول يا جماعه ده ريليز للالكتريك امبلس. فركز كده معايا. ترانسفير كونتراكشن، لا ريليز اوف كونتراكشن امبلس فروم ذا سيمي اتريال نود اهي. دي مين؟ الاو. طيب مين البي؟ قلنا كونتراكشن اتريوم او ريلاكسيشن فنتريكل. كونتراكشن اتريوم صح. طيب مين الكيو ار اس؟ كونتراكشن مين؟ فنتريكل اهو. طيب مين التي؟ قلنا يا جماعه ريلاكسيشن فنتريكل. التي يا اما كونتراكشن اتريوم يا اما ريلاكسيشن مين؟ فنتريكل. فاجابتك هتبقى نمبر سي. السؤال ده يا جماعه مهم جدا جدا جدا، محتاج واحد فاهم وبيعمل ايه. السؤال ده مهم يا شباب. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. كاتب في الكوتشن نمبر 9 بيقول لك which choose in the following table is applied على البلمونري ارتري. اللي هو الكلام. البلمونري ارتري يا جماعه قلنا ده جاي بلد معاه كربون دايوكسيد هيبعته للهارت. فالبلمونري ارتري الدم اللي معاه كان دي اوكسجينيتد، يا اما ايه يا اما بي. السي ودي غلط. كمل. ماسكولار لاير ان ذا وول. طبعا يا جماعه هنا البلمونري ارتري ده ارتري، فالماسل لاير اللي موجوده جواه كانت مالها؟ كانت سك. فيا اما ايه بس اللي تنفع. طب بص اللي بعده. سايز اوف ذا انترنال كافيتي. طبعا يا جماعه احنا لما جينا شفنا الارتري كان بالمنظر ده كده. قلنا الانر لاير كانت سك، وكان اليومن بتاعه يا جماعه كان نارو ليومن او التجويف اللي جواه كان قليل. لذلك هنا الانترنال كافيتي بيكون سمول. يعني اجابتك يا جماعه تبقى نمبر اي. سؤال مهم برضه. question number 10 which of the following characteristic allow the artery to adapt with a change in the blood pressure. مين من دول يا جماعه بيخلي الارتري يقدر يعمل ادابتيشن مع التغير في البلاد بريشر؟ اول حاجه بيقول لك thinning of inner layer wall, presence of elastic fiber, thickening of muscular layer wall. طبعا يا جماعه مع التغير في ضغط الدم لازم يكون في سنه elasticity او مرونه في الكافيتي بتاع الارتري. يعني لو ضغط الدم زاد وكميه الدم زادت لازم يحصل ايه؟ يكون في سنه فلكسبيليتي في الارتري. فاهم حاجه من ضمن خصائص الارتري اللي بتظبط او بتعمل ادابتيشن مع التغير في ضغط الدم، هتقول لي يا جماعه بريزنس من مين؟ من الالاستيك فايبر. ايه تاني؟ لازم يكون في سيك وول عشان ما يحصلش قطع للوول. ما هو لو سين وول يتقطع، انما لو كميه الدم اللي داخله الارتري زادت ضغط الدم علي ففي المرونه. الحاجه الثانيه عندك سيك وول. هتقول لي سيكنينج اوف ذا ماسكولار لاير وول. لذلك يا جماعه اللي هتنفع هتبقى 2 and 3 only. فالاجابه هتبقى نمبر دي. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره في الكوتشن نمبر 11 بيقول لك which of the following doesn't agree with characteristic of pulmonary vein. طبعا pulmonary vein ده الفين اللي كان جاي من اللنج وبيصب الدم في القلب وكان مليان يا دكتور اكسجين، وده الفين الوحيد اللي عنده اوكسجينيتد بلاد. اول حاجه يا جماعه تقول لي كاري اوكسجينيتد بلاد، هقول لك صح. بص البي. ات هاز وايدر ليومن، صح، لان يا جماعه اهو بالمره رسومات ايه؟
حضرتك الرسمه دي في الامتحان لما تجيلك ده ارتري ولا فين؟ هتقول لي بمنتهى البساطه ده عنده يا جماعه هنا الميدل لاير ما بتكونش سك، بتكون سن، يبقى ده مين؟ ده فين. طب هنا يا جماعه الميدل لاير بتكون سك وطبعا التجويف اللي جوه صغير، يبقى ده مين؟ ده ارتري. فبقول لحضرتك ان الفين عنده وايدر ليومن. ليومن يا جماعه التجويف اللي جوه ده، الفين عنده تجويف اوسع، صح؟ فالبي صح. والسي the thickness of its wall thinner than pulmonary artery wall. طبعا الوول يا جماعه في الفين السيكنس بتاعه اقل من مين؟ من الارتري، فدي صح. بص دي كاري دي اوكسجينيتد بلاد. قلنا يا جماعه البلمونري فين الوحيد اللي عنده اوكسجينيتد بلاد، فالجمله الخطا هتبقى نمبر دي. طيب كويشن 12 انا يعتبر حليته، بيقول لك مين اكس واي زد؟ قلنا الاكس فين والزد ارتري، انما الواي قلنا 1 لاير من الابيثيليال تيشو ملفوفه حوالين نفسها، هي لاير واحده. فمين ده يا جماعه؟ ده طبعا بلاد كابيلاري. فاكس فين، واي بلاد كابيلاري، والزد ارتري. فعايز اجابتك هتبقى نمبر بي. طيب كويشن 13 which of the following is considered from characteristic of blood vessel that connect between artery and vein؟ هو مين يا جماعه اللي رابط بالارتري بالفين؟ قلنا البلاد كابيلاري. بدل ما اقول لك في السؤال مين من دول خصائص البلاد كابيلاري، لفت لك السؤال، بمعنى قلت لك مين من دول الكاركترستيك بتاعه البلاد فيزل اللي رابط الارتري بالفين. فانت المفروض تبقى مذاكر وتعرف ان البلاد فيزل اللي بيربط الارتري بالفين هي دي مين؟ البلاد كابيلاري. فمين من دول بقى ينطبق على البلاد كابيلاري؟ واحده واحده. Their wall consists of several layer. هي يا جماعه طبقه واحده epithelial tissue، فدي غلط. بس البي contain valve. يا عم بقول لك مفيش الكلام ده خالص، ده طبقه رقيقه جدا. بس السي their wall consists of connective tissue، برضو غلط. بس الدي their wall connective او contain tiny pores. ايوه طبعا يا جماعه فيها فتحات صغيره جدا جدا عشان نعمل من خلالها اكستشينج للجازز اند سو اون. سؤال برضو مهم جدا ولطيف يعني. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن نمبر 14 بيقول لك ذا اوبوزيت جراف illustrate relation between thickness of the tissue layer that forms different type of blood vessel in human body. Which one transfer oxygenated blood لمين؟ للكدني. دكتور هينقل الاكسجينيتد بلاد للكدني، يبقى اكيد ده برانش من الاورطه، ارتري يعني ارتري. حلو الكلام. مين من دول بالبلدي ارتري؟ واحده واحده تعالى كده. انت عندك يا دكتور ايبيثيليال لاير، عندك سموث ماسل، عندك كونكتيف تيشو. فانت عندك يا جماعه دلوقتي الارتري هيكون عنده ده كله. طبعا الاوتر لاير كانت كونكتيف تيشو، الميدل لاير يا جماعه كان فيها سموث ماسل تعمل كونتراكت وريلاكس، كان يا جماعه اللايننج من جوه بمين؟ بإبيثيليال تيشو. فعايز اجابه، هتقول لي يا جماعه اجابتك هنا نمبر، طبعا السموث ماسل دي الطبقه اللي السيكنس بتاعها عالي، فاجابتك هنا يا جماعه تبقى نمبر 1. الاجابه هنا اللي هي نمبر اي. سؤال برده مهم جدا وفكرته محترمه يا شباب. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. بيقول لك هنا ذا اوبوزيت جراف which column represent RBCs number that formed through 15 minutes. طبعا يا جماعه احنا متفقين كلنا ان كل دقيقه بيتم تكوين ايه؟ قلنا 100 مليون RBCs. كل دقيقه جسمك بيكون 100 مليون RBCs. طب لو انت عندك بقى 15 جسمك هيكون كام مليون؟ هتقول لي 100 في 15 اوفر 1 هيطلع يا جماعه كام؟ 1500 1500 مليون RBCs. فهنا طبعا بنتكلم بالمليون، فهتقول لي 1500. هتمشي كده هتلاقيها عند مين؟ عند الزد، يعني اجابتك هتبقى نمبر سي. طيب question 16 which of the following groups represent a blood vessel carrying oxygenated blood؟ عايز جروب يكون بيشيل دم معاه معاه اكسجين جاز. الايه اورطه اوكسجينيتد. بالمونري ارتري لا يا جماعه، البالمونري ارتري كان معاه كربون دايوكسيد فده مش هينفع. بص البي اورطه معاه اكسجين. بالمونري فين معاه اكسجين. رينال ارتري ده الارتري اللي رايح للكدني معاه برضه اكسجين، فالبي صح. بس السي فينا كافا كربون دايوكسيد، والدي فينا كافا برضه معاه كربون دايوكسيد، لذلك يا جماعه اجابه السؤال ده تبقى نمبر بي. تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره في كوتشن نمبر 17 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت ترانسفيرس سيكشن في بلاد فيزل ذات نوريش ذا اوفري اللي هو بيغذي الاوفري للهيومن فيميل.
which statement express the blood direction in H1 correctly. حضرتك لو انت مركز لما جينا خدنا سيكشن يا جماعه في الارتري والفين، طبعا الاكس عندها هنا سك في الميدل لاير السيكنس بتاعها عالي، وعندها نارو ليومن، يبقى كده مين يا دكتور؟ ارتري. انما هنا يا جماعه عنده وايد ليومن اهو، وعنده نارو اريا في او السيكنس بتاعها بيكون قليل في الميدل لاير، يبقى ده مين؟ ده فين. فانا لو رسمت هنا يا جماعه هارت اهو، فهتقول لي كالاتي ان دلوقتي يا جماعه الدم هيجي من الهارت هيصب فين؟ في الارتري اهو. طيب الدم هيجي من الواي وهيصب فين؟ في القلب. يبقى هنا يا جماعه ممكن نقول لك كالاتي، بص بقى هتقول لي كده فروم هارت او هارت اهو تو اوفري في الاكس، صح. هل ينفع تقول لي فروم هارت تو اوفري عن طريق الواي؟ غلط طبعا، لان يا جماعه الفين هو اللي بيصب للقلب. فبص اجابتك بقى، بص الايه؟ فروم هارت تو اوفري في الاكس، هو القلب هيصب الدم يا جماعه للاوفري جوه الاكس، الايه صح، الاجابه ايه؟ بص البي. فروم هارت او فروم اوفري تو هارت في الاكس، فروم اوفري تو هارت، هو مين يا جماعه اللي هيجي من الاوفري يروح للهارت؟ اكيد الفين. فهنا يا جماعه الفين دي اكس، هو بيقول لك اكس، لا طبعا غلط، المفروض الواي. بص السي. فروم هارت تو اوفري في الواي، هو يا جماعه الهارت هينقل للاوفري جوه الارتري، هو الواي ده ارتري غلط طبعا، فالسي غلط. بص الدي. فروم هارت تو اوفري في الاكس والواي، يعني كده اعتبر كمان ان الواي ده ارتري، ودي جمله غلط، لذلك يا جماعه الجمله الصح الوحيده هتبقى نمبر اي. طيب كويشن نمبر 18، طيب في هيومن سيركيلاتوري سيستم شبه مين من دول؟ طبعا كلنا متفقين يا جماعه ان الهيومن عنده كلوزد سيركيلاتوري سيستم، يعني جهاز دوري مقفول. يعني ايه مقفول؟ قال لك يعني يبدا بالهارت ويلف يرجع تاني للهارت. مين من دول يا جماعه عنده كلوزد سيركيلاتوري سيستم؟ لو انت مركز هتلاقي الكائن الحي اكس، لان الهارت اهو يا جماعه بص بيلف ويرجع تاني. انما هنا الهارت يا جماعه الدم بيخرج في كل الاتجاهات، ما بيرجعش تاني للمكان اللي عمل له بوشنج. فهنا يا جماعه الهيومن شبه مين من دول؟ هتقول لي ات ريسمبل اتس تايب ان انيمال اكس، شبه يا جماعه الكائن الحي اكس، ان الاثنين عندهم كلوزد سيركيلاتوري سيستم. كويشن 19، which statement of the following is correct؟ عايز من دول يا جماعه جمله صح. contraction of right side of the heart delayed يعني اتاخر عن الليفت سايد. يعني يا جماعه بعد اذنك لو انا هرسم هنا هارت اهو، بص كده، هل يا جماعه هنا الليفت سايد اهو وهنا الرايت، هل لو الليفت عمل كونتراكت الرايت ما يعملش كونتراكت في نفس اللحظه؟ دي جمله غلط، لان يا جماعه لازم تبقى عارف ان الليفت سايد والرايت سايد الاثنين يعملوا كونتراكت مع بعض والاثنين يعملوا ريلاكس مع بعض. تاني، الاثنين كونتراكت مع بعض والاثنين ريلاكس مع بعض. هنا بيقول لك ان الرايت سايد بيتاخر عن الليفت سايد، ده طبعا غلط. بص البي. كونتراكشن ليفت سايد اوف ذا هارت ديليد عن الرايت سايد، ما انا قلت لحضرتك الاثنين مع بعض، ما حدش بيتاخر عن الثاني، فالبي غلط. بص السي. contraction of upper side of heart delayed than lower side. ركز معايا دلوقتي يا جماعه، انت عندك الهارت فور تشامبر اهو، ايه اللي بيحصل؟ قال لك الاتريوم كونتراكت، طب الفنتريكال كان ايه؟ ريلاكس. طب وبعدين قال لك لما الدم يخش للفنتريكال الفنتريكال يعمل كونتراكت فالاتريوم ريلاكس. مين اللي بيعمل كونتراكشن بعد التاني؟ بص الاول تاني، الاتريوم كونتراكت، الفنتريكال كان ايه؟ ريلاكس. طب الفنتريكال كونتراكت لما دخل له الدم فالاتريوم ريلاكس. مين اللي عمل كونتراكشن بعد التاني؟ هتقول لي ان الفنتريكال بيعمل كونتراكشن بعد الاتريوم، يعني الكونتراكشن اوف تو فنتريكلز بيكون ديليد عن مين؟ عن التو اتريوم، بيكون متاخر عن التو اتريوم. فهنا يا جماعه بص كده السي، كونتراكشن اوف ابر سايد اوف ذا هارت ديليد عن اللور سايد. هل الابر سايد بيعمل كونتراكشن متاخر عن اللور سايد؟ ده غلط، لان اللور سايد هو الكونتراكشن بتاعه اللي بيتاخر عن مين؟ عن الابر سايد، لان الاول الابر سايد يعمل كونتراكت فنتريكال ريلاكس، وبعدين الفنتريكال يعمل ايه؟ كونتراكت يوم الاتريوم ريلاكس. لذلك يا جماعه اجابه السؤال ده تبقى نمبر دي، سؤال مهم جدا جدا يا شباب.
هتقول لي ان الكونتراكشن اوف لور سايد اوف ذا هارت ديليد ذان الابر سايد، بيكون متاخر عن الابر سايد. السؤال ده مهم يا شباب. طيب تعالى في الكويشن اللي بعده. هنا يا دكاتره كويشن نمبر 20 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر illustrate passage of blood in blood vessel from LA. لو حضرتك مركز البلاد فيزل ده عنده ايه؟ عنده فالف، يبقى اكيد ده مين؟ فين. طب والفين بينقل منين لمنين؟ من اي حته في جسمك تو هارت. ركز معايا. من الفوت للهارت ينفع. طب من الهارت للكدني لا، احنا قلنا من اي حته في جسمك للهارت. طب من الليفر للانتستين لا طبعا. طيب من الهارت للتو لانجز لا طبعا، لان النقل بيكون عن طريق مين؟ في الحته دي عن طريق البلمونري ارتري. لذلك يا جماعه اجابتك هنا هتبقى نمبر اي. طيب كويشن 21 بيقول لك in the following figure which blood vessel carry ايه؟ دي oxygenated blood. بص يا رجاله، فكره الرسمه دي تتكرر كتير جدا في اسئله التابلت، فركز بقى معايا واحده واحده. مين ده؟ هارت. الدم خارج منه رايح للبلاد كابيلاري فين؟ في اللنج. خارج منين؟ من واحد. فمين واحد ده يا دكتور؟ ده كده البلمونري ارتري. كان معاه مين يا حاج؟ معاه كربون دايوكسيد. دخل اللنج، خرج بمين؟ خرج اهو من هنا في 2. خرج عن طريق البلمونري فين. معاه مين يا دكتور؟ اكسجين. حلو الكلام. طب دلوقتي يا دكتور الدم خرج من الهارت رايح لكل اجزاء جسمك، يبقى ده مين؟ ده برانش من الاورطه. معاه اكسجين. طب هيرجع من كل اجزاء جسمك للهارت، يبقى هيرجع عن طريق الفين وهيكون عنده مين؟ كربون دايوكسيد. فاسئلتك انهي رقم عنده دي اوكسجينيتد بلاد؟ يعني عنده كربون دايوكسيد يا دكتور. واحده واحده. 1 عنده كربون دايوكسيد. مين تاني؟ 3 عنده كربون دايوكسيد. طب 2 اكسجين. 4 اكسجين. فاجابتك هنا يا جماعه تقول لي 1 and 3. سؤال برضو مهم يا شباب، فكرته بتتكرر كتير جدا جدا جدا. Question number 22 in the opposite figure symbol x و y و z represent a respectively. تعالى يا دكتور كده معايا. لو انت مركز الاكس دي حاجه خارجه على طول كده يا دكتور من البلازما بتاعت الدم. طيب مين الواي والزد؟ حضرتك لو انت مركز الزد جايه من الاستومك سيل رايحه للار بي سيز، يبقى اكيد دي كربون دايوكسيد. الواي جايه من الار بي سيز رايحه للسيل، اكيد دي اكسجين. الاكس هتلاقيها يا دكتور فود اللي ماشي في بلازما الدم. فتعالى هنا يا دكتور، مين الاكس؟ دور لي على حاجه فيها اكل، ادي جلوكوز. طيب مين الواي؟ دي حاجه يا دكتور اكسجين. طب مين الزد؟ دي كربون دايوكسيد، واجابتك هتبقى نمبر بي. سؤال مهم جدا جدا يا شباب. ركز بس في الاسهم، هتلاقي ان الواي سهم نازل كده والزد سهم طالع كده، والاثنين جايين ورايحين في الار بي سيز. سؤال مهم يا شباب. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن نمبر 23 بيقول لك in the opposite figure which of the following substance its او their concentration at point x higher than at point او point y higher than at مين؟ at x. بيقول لك مين يا دكتور عند الواي هتلاقي تركيزه اعلى من عند الاكس. ده سؤال محترم جدا. واحده واحده. الدم داخل يا دكتور اهو، داخل مع مين؟ اكسجين. هيخرج يا دكتور عنده مين؟ كربون دايوكسيد. كلام محترم جدا. طيب الدم داخل ده مين ده؟ ده يا جماعه السمول انتستين. الدم وهو داخل في السمول انتستين هيعمل ايه؟ قال لك هيعمل ابزوربشن للدايجستد فود. ارجع للدرس بتاع الدايجيشن. فهتلاقي يا دكتور اللي خارج مين؟ خارج فود كتير، لان هنعمل له ابزوربشن. بس الفود اللي خارج هتلاقي معايا يا دكتور كربون دايوكسيد ودي ويست. انما هنا يا جماعه هتلاقي مين داخل؟ هتلاقي داخل اكسجين، وهتلاقي كميه قليله جدا من مين؟ من الكربون دايوكسيد. فبيقول لك مين بقى عند الواي اعلى من مين؟ من الاكس. واحده واحده. اكسجين، لا انت عند الواي هتلاقي اعلى كربون دايوكسيد. امينو اسيد، هتلاقي عند الواي يا جماعه كميه امينو اسيد عاليه، لان احنا عملنا ابزوربشن للدايجستد فود. طيب ستارش، لا يا جماعه الستارش مش هتلاقيه، لان الستارش ده ما اتهضمش. احنا بناخد يا جماعه الدايجستد فود. يوريا، اليوريا يا جماعه بيتم تكوينها في الليفر مش السمول انتستين. لذلك يا جماعه اجابتك الصحيحه هتبقى نمبر بي، نتيجه حدوث الابزوربشن للدايجستد فود. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره في الكوتشن نمبر 24 بيقول لك in the opposite figure which of the following statement doesn't agree مع الاستراكشر نمبر 1. تعالى كده يا دكتور نعرف مين 1 ومين 2. حضرتك لو انت مركز في 1 هتلاقي ان البلد راجع لفوق، يبقى هيرجع لمين؟ للهارت. يبقى مين 1 ده فين. حلو الكلام. طب 2 ده الدم جاي رايح يا دكتور لكل اجزاء ايدك، يبقى مين 2 ده ارتري.
فبيقول لك مين من دول لا يتفق مع 1؟ يعني مين من دول لا يتفق مع الفينز يا شباب؟ اول حاجه اتس وول كونتين فالف، صح لان الفين عنده فالف. بص البي. كاري بلاد تو ذا هارت، صح لان يا جماعه الفين جايب البلاد من كل جسمك للهارت. بص السي. ات نوت بالسيتنج بلاد فيزل، حقيقي لان الفين يا جماعه دازنت بالسيت، ما عندوش الجزء بتاع السموث ماسل اللي بيعمل كونتراكت وريلاكس. بص الدي. ات كاري اوكسجينيتد بلاد، غلط طبعا دي يا جماعه الجمله التي لا تنطبق على الفين، لان الفين يا جماعه اللي في الايد بيكون عنده دي اوكسجينيتد بلاد. question number 2 which of the following doesn't agree with characteristic of structure number 2؟ هو مين نمبر 2؟ ارتري. فمين من دول لا يتفق مع الارتري؟ واحده واحده. كاري اوكسجينيتد بلاد، صح. بس البي. كاري دي اوكسجينيتد بلاد، غلط طبعا، الارتري يا جماعه ما عندوش دي اوكسجينيتد بلاد. بس السي. كاري بلاد away from the heart، طبعا يا جماعه الارتري بيجيب البلاد من الهارت to all parts of the body. بص دي. blood pressure in its bigger than 1، هو يا جماعه البلاد بريشر في الارتري اعلى من الفين، صح، ضغط الدم في الارتري اعلى من مين؟ من الفين. question number 25 بيقول لك in the following figure which of the following blood vessel carry blood عند مين؟ عند اللو بريشر. لو بريشر يا جماعه يعني انا بتكلم على مين؟ بتكلم على فين. واحده واحده بقى. طبعا ده الهارت، فبيقول لك بلاد كابيلاري يا جماعه في اللنج، هيخرج مين؟ 1، يبقى ده مين؟ ده بالمونري ارتري. هيرجع يا جماعه للهارت في 2، فده بالمونري ايه؟ فين. حلو الكلام. طيب هنا يا جماعه لجسمك 4 ده هيروح طبعا ده الاورطه. 3 ده جاي هيرجع ده مين؟ ده فين. حلو الكلام. فبيقول لك مين من دول بقى عنده دم عند اقل ضغط؟ دور على الفين. فين الفين؟ هتقول لي يا جماعه 2 ومين تاني؟ و3، اللي هو البلمونري فين والفين اللي راجع من الجسم، فاجابتك 2 و3 اللي هي الاجابه نمبر سي. طب مين اعلاهم ضغط دم؟ هتقول لي يا جماعه 4 بس. طيب مين اقل من 4 على طول؟ هتقول لي يا جماعه البلمونري ارتري اللي هو نمبر 1، لان يا جماعه البلمونري ارتري بيزق الدم لللنج، واللنج بينها وبين القلب مفيش مسافه كبيره، وبناء على كده اعلى بلاد بريشر في الاورطه. هنيجي بعديها مين؟ بالمونري ارتري. وبعديها مين؟ بعديها يا دكتور هيكون الفين. سؤال محترم جدا يا شباب، فكرته مهمه جدا. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن نمبر 26 بيقول لك which of the following substance may be present dissolved in blood plasma؟ تتوقع مين من دول يا جماعه يكون دايب في البلاد بلازما؟ طبعا كربون دايوكسيد واكسجين، كل الجازس يتم نقلها عن طريق الار بي سيز، فدي غلط. والاكسجين برضو غلط، الكربون دايوكسيد غلط، لان يا جماعه اي جاز بيتشال عن طريق كرات الدم الحمراء. بص السي. ممكن يكون دايب جلوكوز، صح. هرمون ايوه. يوريا ايوه، فالاجابه هتبقى نمبر سي. انما اي جاز بيتنقل عن طريق الار بي سيز اللي هي الريد بلاد كورباسلز. كويشن 27 بيقول لك in which of the following place hemoglobin expected to change into oxyhemoglobin؟ المكان يا جماعه اللي يتم تبديل فيه الهيموجلوبين للاوكسي هيموجلوبين اكيد مين يا دكتور؟ الفيولاي اللي هي جوه اللنج. فهنا يا جماعه تقول لي مين؟ الهارت طبعا لا، والليفر لا، اكيد التو لانجز اللي بيتم جواها جاز اكستشينج. 28 which of the following don't have immunization rule in the body؟ immunization يعني مناعه او مناعي. مين من دول يا جماعه ليس له اي دور مناعي في الجسم؟ واحده واحده كده. وايت بلاد سيل ليها دور مناعي. البلاد بلازما بيكون فيها الانتي بودي الاجسام المضاده، ودي بتهاجم الباثوجين او الميكروب، ودي ليها دور مناعي. طيب البلاد بليتلتس دي يا دكتور اللي مسؤوله عن تكوين البلاد كلوت اللي هي الجلطه الدمويه، والجلطه الدمويه لها دور مناعي طبعا. ليه يا دكتور؟ ما هي يا جماعه لو حصل جرح، الجرح وارد يدخل اي ميكروب لجوه الجسم. احنا متفقين من اولى ثانوي ان السكين يا شباب ده ماله؟ ده بيمنع دخول اي ميكروب بسبب التيشو اللي موجود فيه. فدلوقتي حدوث اي جرح ده كده هيعرض اي ميكروب يخش، فتكوين البلاد كلوتنج او الجلطه الدمويه هيمنع يا جماعه دخول الميكروب، وكده ده يعتبر من ضمن المناعه. فهنا طبعا البلاد بليتلتس ليها دور مناعي بسبب ان هي بتتكون وبتمنع دخول اي باثوجين. انما الار بي سيز لا، دي ملهاش اي دور مناعي،
وظيفتها بس تنقل لك الجازس to all parts of the body. هنا يا شباب كويشن نمبر 29 بيقول لك patient with liver fibrosis، يعني واحد يا جماعه عنده تليف في الكبد. بيقول لك exposed to ايه؟ اول حاجه decrease فيتامين كي. طبعا يا جماعه تليف الكبد ملوش علاقه بالليفل بتاع الفيتامين كي، لان هو الليفر المفروض كان بينتج بروتين يسمى البروثرومبين، ده كان بيتم افرازه من الليفر بمساعده فيتامين كي. فانت دلوقتي يا جماعه لو الليفر فيه مشكله البروثرومبين مش هيتكون، والبروثرومبين طالما ما اتكونش يبقى يا دكتور مش هيتحول للثرومبين اللي بعد كده هيتحول الفايبرينوجين لمين؟ لفايبرين. فهنا بنقول لحضرتك طالما ده في مشكله في الليفر اكيد يا دكتور هيحصل بلاد ليكويديتي، يعني سيوله في الدم. هنا السي بيقول لك انكريس فورميشن اوف ثرومبين، استحاله، ده بقول لك البروثرومبين ما اتكونش، هتقول لي هيكون ثرومبين، فدي سي غلط. الدي انكريز برسنتج اوف بلاد بروتين. طبعا يا جماعه انت دلوقتي مش هنحول الفايبرينوجين، مش هتتحول يا دكتور لفايبرين، فبالتالي مش هنعمل زياده في البلاد بروتين. لذلك يا جماعه السؤال ده هتبقى نمبر بي، دي الاجابه الصحيحه بتاعته. كويشن نمبر 30 بيقول لك if person of blood of person contain number of blood platelets less than normal، عنده يا جماعه blood platelets اقل من الطبيعي. which of the following process will be affected، تتوقع مين من دول يا جماعه ممكن يتاثر؟ واحده واحده. the transport oxygen من التو لانج للهارت، البلاد بليتلتس مسؤوله عن تكوين الجلطه اللي بتمنع يا جماعه البليدنج او بتمنع حدوث النزيف. طب بص السي البي rate of coagulation occurrence when exposed للبلاد بليدنج. طبعا طالما يا جماعه عدد البليتلتس قليل يعني اللي هيتاثر هو معدل تكوين الجلطه لو حصل اي نزيف. البي صح. بص السي برودكشن انتي بودي، لا ده مش من ضمن وظائف البليتلتس، ده من ضمن وظائف الوايت بلاد سيل. بص الدي اتاكينج ميكروب، برضه من ضمن وظائف الوايت بلاد سيل. لذلك يا جماعه السؤال ده اجابته هتبقى نمبر بي. هنا دكاتره في كويشن 31 بيقول لك which of the following is present in plasma during absence of blood clotting factors from blood sample. تتوقع مين من دول يكون موجود في عينه الدم لو ما فيش عوامل التجلط؟ هتقول لي يا دكتور اكيد الفايبرينوجين. ليه؟ لان يا جماعه الثرومبوبلاستين ده بيتم تكوينه بمساعده طبعا في مكان الجرح عن طريق طبعا الدامج سيل والبليتلتس اللي موجوده، بيتكون الثرومبوبلاستين. عشان يجي بعد كده الثرومبوبلاستين هيحول البروثرومبين لثرومبين، الثرومبين بعد كده هيحول الفايبرينوجين لفايبرين. الكلام ده كله امتى؟ اثناء حدوث نزيف وهو لازم نكون جلطه. طب ما فيش اي عوامل تجلط، هل الفايبرينوجين يحصل له حاجه؟ لا، هيفضل يا جماعه سولابل في البلاد بلازما، وبناء على كده هنلاقي مين؟ طالما ما فيش اي عوامل تجلط هتلاقي يا دكتور الفايبرينوجين موجود في بلازما الدم. كويشن 32 بيقول لك to clot blood quickly، عشان نكون يا جماعه جلطه دمويه بسرعه. when a wound is found، لو في جرح advised to eat food contain ايه من دول؟ من الاجابات اللي عندك دي. هتقول لي يا جماعه حاجه تساعد الليفر بسرعه ان يكون البروثرومبين، هتقول لي اكيد ناكله اي حاجه فيها فيتامين كي، لان الليفر بينتج البروثرومبين بمساعده فيتامين كي. طيب تعالى في الكويشن اللي بعده. هنا دكاتره كويشن نمبر 33 بيقول لك which of the following blood component has an important role in healing a superficial wound. مين من دول يا جماعه يستخدم او جسمك بيستخدمه عشان يقفل اي جرح سطحي، يعني يقفل لك يا دكتور الجروح؟ اكيد البلاد بليتلتس. مين من دول بلاد بليتلتس؟ اجابتك هتبقى نمبر اي. كويشن 34 بيقول لك increasing percentage of some type of lipid، حلو، in blood represent risk، ده طبعا خطر of forming ايه؟ clots inside RBCs because ايه؟ طبعا يا جماعه وجود الليبيد جوه البلاد فيزل بيعمل رف سيرفيس، يخلي السطح خشن. اتفقنا يا جماعه ان الار بي سيز وهي ماشيه بتحب تمشي بنظام السلايدنج، نظام الزحلقه كده. لو وجدت يا جماعه السطح خشن للاسف يؤدي لتكوين جلطه دمويه. الكلام ده بسبب ايه؟ بسبب زياده السبيد للبلاد انسايد فيزل، غلط طبعا. سلبي. هل بسبب بريفنت سكريشن اوف هيبارين؟ لان الليفر مش هيطلع هيبارين؟ لا طبعا ملوش علاقه. لان يا جماعه وجود الليبيد بس بيضايق الدم وهو ماشي، مش ان يخلي الليفر ما يطلعش هيبارين، ده مش مظبوط. بص السي stimulate conversion of fibrin لفايبرينوجين، هل ده يحفز وجود الليبيد، يحفز تحويل الفايبرين لفايبرينوجين؟ برضو غلط. بص الدي
obstruct movement of blood in normal manner، هل يضايق الدم وهو ماشي بالمعدل الطبيعي؟ طبعا يضايقه، وطالما يا جماعه الدم اتضايق وهو ماشي اتفقنا ان هيجيب جلطه دمويه، وبناء على كده الاجابه يا جماعه تبقى نمبر دي الاجابه الصحيحه. طيب 35 which of the following lead to formation of blood clot؟ مين من دول يا جماعه يجيب جلطه؟ هل شورتج فيتامين كي؟ نقص فيتامين كي يعني هيخلي الليفر ما ينتجش البروثرومبين بالمعدل الطبيعي، فالايه مش معايا، بص البي. شورتج كالسيوم ايون ان بلاد، نقص كالسيوم برضو يا جماعه هيقلل تحويل البروثرومبين لثرومبين، بص السي. malformation of thrombin substance in its appreciate time، هل يا جماعه عدم تكوين الثرومبين ده هيكون جلطه؟ لا طبعا، عدم تكوين الثرومبين مفيش تكوين جلطه. بص الدي breaking down of blood platelets inside blood vessel، تكسير يا جماعه البلاد بليتلتس لو حدث جوه البلاد فيزل ده هيكون جلطه، لان من ضمن العوامل اللي ربنا خلقها في جسمك لمنع تكوين الجلطه ان يا جماعه اتفقنا ان البلاد بيمشي بسبيد معينه والكلام ده كله. من ضمن الحاجات ان البلاد بليتلتس بتحصل لها سلايدنج جوه البلاد فيزل وزاوت بريكنج من غير ما تتكسر، طب لو اتكسرت تجيب جلطه. لذلك هنا بيقول لك مين من دول يجيب جلطه؟ هتقول لي يا جماعه بريكنج داون اوف بلاد بليتلتس جوه البلاد فيزل. انما هنا نقص فيتامين كي مش هيخلي الليفر يطلع البروثرومبين بالمعدل الطبيعي. طب شورتج كالسيوم مش هيخلي يا جماعه ان يتم تحويل البروثرومبين لثرومبين. طيب مالفورميشن اوف ثرومبين، مفيش ثرومبين يا جماعه يعني مفيش تحول للفايبرينوجين لفايبرين، يعني الثلاثه اللي فوق دول ما يكونوش جلطه. مين الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون جلطه؟ هي تكسير البلاد بليتلتس جوه البلاد فيزل. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. طيب كوتشن نمبر 36 بيقول لك which of the following substance are secreted by liver in blood؟ مين من دول يا جماعه بيتم انتاجها من الليفر جوه الدم؟ واحده واحده. فايبرين وهيبارين، هل الليفر يا جماعه بيطلع فايبرين؟ لا طبعا. بص اللي بعده. هل البروثرومبين؟ الهيبارين ايوه، فالاجابه هتبقى نمبر بي. البروثرومبين بيساعد في تكوين الجلطه والهيبارين بيمنع تكوين الجلطه، الاجابه بي. بص السي. بروثرومبين صح، ثرومبوبلاستين غلط، ده بيتم تكوينها عن طريق البلاد بليتلتس والدامج سيل. فايبرين وفايبرينوجين لا دول ما لهمش علاقه يا جماعه بالليفر، لذلك ما يتم تكوينه عن طريق الليفر، اجابتك هتبقى نمبر بي. طيب كويشن 37 فروم ذا اوبوزيت فيجر ايه الفانكشن للسيل اكس؟ هي مين الاكس يا جماعه؟ دي ار بي سيز، وظيفتها نقل جازس. عايز اجابه. هل ترانسفير اكسجين؟ صح، الاجابه ايه؟ ترانسفيرنج هرمون؟ لا طبعا، بيتم نقلها عن طريق البلازما. بلاد كواجيوليشن؟ لا طبعا، اللي بيكون جلطه دي البليتلتس. ريزيستنس اوف ديزيز، دي من ضمن وظائف الوايت بلاد سيل، لذلك اجابتك هتبقى نمبر اي. 38 all of the following proteins are present in blood plasma normally except. كل دول يا جماعه موجودين في بلازما الدم بالمعدل الطبيعي او بالشكل الطبيعي ما عدا مين؟ البيومين موجود عادي، جلوبيولين موجود عادي، دي بروتينات موجوده في البلازما. فايبرينوجين موجود بمعدل بشكل طبيعي. فايبرين لا، ده يكون موجود بس في حاله تكوين جرح وجسمك محتاج يكون جلطه. طيب 39 ماكسيمم بلاد بريشر موجود فين؟ فين؟ لا طبعا. رينال نورشنج ارتري، اللي هو يا جماعه الارتري اللي هيغذي الكدني، ماشي ده عنده برضه ضغط عالي. طب نورشنج ارتري للليفت ليج، يعني الارتري اللي رايح للكدني ده طبعا ارتري، السؤال ده مهم يا شباب. ولا الارتري اللي رايح للليج، ولا الارتري اللي رايح للارم، ولا الفين اللي راجع من الارم؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا. حضرتك بتتكلم في ايه؟ اعلى ضغط دم، وبناء على كده يا دكتور اعلى ضغط دم في الاربع اختيارات دول ليه موجود فين؟ دور لي على ارتري يكون موجود في الارمز. هنا هتقول لي يا دكتور اهو الارتري اللي موجود فين؟ في الرايت ارم، اجابتك هتبقى نمبر سي، ده اعلى ضغط دم. الاجابه يا جماعه لما جينا خدنا الحته دي قلنا ضغط الدم بيكون عالي في الارتري نير للهارت ويبتدي يقل في الارتري اللي بعيده عن الهارت. لذلك يا جماعه لما بنيجي نقيس ضغط الدم احسن مكان نقيس منه مين؟ كان الليفت ارم، لان ده اقرب مكان لمين؟ للهارت. هنا يا دكاتره كوتش نمبر 40 يقول لك which of the following isn't effective على البلاد بريشر؟ مين من دول يا جماعه لا يؤثر في ضغط الدم؟ اول حاجه
diameter of blood vessel. لا يا جماعه الديامتر ياثر على ضغط الدم. لو البلاد فيزل يا جماعه ضاق او حاجه ضغط الدم يزيد. فالايه معايا؟ بص البي systolic pressure of the two ventricle ولا الفوليوم اوف بلاد ريتيرنينج باك للهارت with each pulse ولا number of white blood cell. مين من دول يا جماعه لا يؤثر على ضغط الدم؟ واحده واحده. طبعا يا جماعه التو فنتريكل لما تعمل كونتراكشن او ريلاكسيشن ده يا جماعه يؤثر في ضغط الدم. انت عندك ضغط الدم رقمين، قلنا رقم فوق ورقم تحت اللي هو السيستوليك ودياستوليك. طب السي ذا فوليوم اوف بلاد ريتيرنينج باك للهارت. طبعا يا جماعه الفوليوم للبلاد تؤثر في ضغط الدم. بص دي نمبر اوف وايت بلاد سيل. لا يا جماعه دي علاقتها او العدد بتاعها يتاثر بالميكروب. طبعا في ميكروب عدد البلاد سيل الوايت بلاد سيل يزيد، مفيش ميكروب بيكون في المعدل الطبيعي بتاعه. لذلك يا جماعه من دول لا يؤثر على البلاد بريشر. اجابتك هتبقى نمبر دي. 41 anesthesia appear on blood of height habitants. يعني يا جماعه مين من دول يكون موجود في دم الاشخاص اللي بيعيشوا على ارتفاعات كبيره جدا. اول حاجه increase RBCs. طبعا لازم، لان يا جماعه كل ما بنطلع لفوق كميه الاكسجين بتقل، فلازم عدد الريد بلاد سيل في جسم الناس دي يزيد عشان تنقل اكسجين اعلى. ديكريس طبعا لا. والوايت بلاد سيل ده ليهم علاقه بمين؟ بالامونيزيشن اللي هي المناعه. انما هنا يا جماعه اجابتك هتبقى نمبر ايه. وبرده السؤال ده مهم وفيه فكره محتاجه برده واحد بيفهم. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن 42 بيقول لك the opposite figure illustrates separation of blood sample component of normal person by using a centrifusion. ده طبعا تكنيك كده في المعمل. Which of the following represent blood component 1 و 2 respectively. حضرتك المفروض لما بنفصل الدم بيديك حاجه اسمها باكيت بلاد اللي هو الدم كله مكوناته كلها اللي هي هنا اللي هو الار بي سيز اللي هو وايت بلاد سيل اللي هو يا جماعه البليتلتس اند سو اون. والجزء ده كله بعد ما بيتفصل دي مين؟ دي البلاد بلازما. فمين 1؟ 1 دي يا جماعه بلازما اهو. ومين 2 بقيه مكونات الدم ار بي سيز وايت بلاد سيل بليتلتس. فالاجابه هتبقى نمبر سي. وبرده سؤال لطيف ما فيهوش حاجه. تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن 43 بيقول لك ذا بلاد كونتين فاريوس جروب اوف سولابل بروتين. الدم يا جماعه في الحاله الطبيعيه عدد كبير من البروتين اللي بيكون دايب في بلازما الدم. and some insoluble protein are formed in abnormal state. في يا جماعه بروتين بيكون insoluble بيتكون في الحاله غير الطبيعيه. ايه رايك في الجملتين صح ولا غلط؟ طبعا الجملتين لازم يكونوا صح. ليه صح؟ لان فور اكزامبل في الحاله الطبيعيه كان عندك الفايبرينوجين وده كان بروتين دايب في بلازما الدم. اثناء تكوين الجلطه الفايبرينوجين اتحول لمين؟ لفايبرين، وده يا جماعه كان insoluble بروتين في البلاد بلازما. لذلك يا جماعه الجملتين هنا هتكون correct. two statements are correct. question 44 يقول لك to know the saturation degree of oxygen. لو انا عايز يا جماعه اقيس درجه تشبع الدم بالاكسجين. السؤال ده مهم يا شباب. for a patient who suffer from pneumonia a blood gas test was done. هنعمل له عينه يا جماعه او تحليل دم where blood sample should be taken. لا السؤال ده ايه؟ مهم جدا جدا. لو احنا يا جماعه عايزين نقيس درجه تشبع كرات الدم الحمراء بالاكسجين ناخد العينه منين؟ هل من الارتري؟ الارتري يا جماعه ده عنده اكسجين حلو جدا. and mixing with heparin. طبعا ده ينفع. ناخد يا جماعه عينه ارتري ونحط عليها هيبارين عشان نمنع ان هو يتجلط. بص البي فين and mixing with heparin. طبعا يا جماعه الفين هيكون مليان كربون دايوكسيد مش هينفع. بص السي artery and mixing with substance that help in coagulation. يعني ناخد العينه من الارتري واحط عليها مواد تعمل جلطه في الدم. لا طبعا مش هينفع. بص الدي فين قلنا الفين مش هينفع عشان معاه مين؟ معاه كربون دايوكسيد. الحل الوحيد طالما عايزين نقيس درجه تشبع البلد بالاكسجين هناخد عينه من الارتري ونحط عليها ايه؟ هيبارين عشان نمنع تكون الجلطه. طيب تعالى في السؤال اللي بعده. 45 بيقول لحضرتك when human suffer from an inflammation في الابندكس. واحد يا جماعه عنده التهاب في الزايده
an increase in space appearing blood. التهاب يعني في انفكشن معين حصل، في باثوجين معين او بكتيريا او ايا كان الوضع، يعني في يا دكتور مشكله في الجسم. مين يشتغل ويهاجم اي ميكروب يخش؟ لازم يا جماعه الوايت بلاد سيل عشان تبتدي ان هي تعمل اتاك للميكروبس، لذلك اجابتك هتبقى نمبر بي. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا يا دكتور كوتشن 47 بيقول لك in the opposite figure at which point the blood pressure maximum. عند انهي نقطه دي يا جماعه هتلاقي اعلى ضغط الدم؟ كلنا عارفين يا جماعه ضغط الدم اعلاهم فين؟ في الارتري، زن البلد كابيلاري، اقلهم خالص بيكون مين؟ بيكون الفين. حلو الكلام. فهنا يا دكتور عايز اعرف دلوقتي مين اعلاهم ضغط للدم؟ اعلاهم يعني ارتري. فين يا جماعه الارتري؟ هو اللي رايح للصلب. ففين اللي رايح للصلب؟ هتلاقي يا دكتور اجابتك هتبقى دي اللي هي فعلا دي، ده اعلاهم ضغط للدم. طب مين اقل لهم ضغط دم؟ هتقول لي يا جماعه الايه اللي هي مين؟ اللي هي الفين. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن نمبر 48 بيقول لك نورمال فوليوم اوف ووتر ان بلاد اوف بيرسون. هو عنده كام لتر؟ 6 لتر اوف بلاد از اباوت كام؟ طبعا يا جماعه احنا كلنا عارفين ان كميه الميه بتكون حوالي 90% اوف ووتر. السؤال ده يا جماعه مهم جدا. انت عندك يا جماعه 90% ووتر، ده موجود فين؟ في البلاد بلازما. طب واحده واحده، بلازما الدم يا جماعه حوالي قد ايه؟ قلنا حوالي 54% من الفوليوم بتاع البلاد. 54% يا جماعه من الفوليوم للبلاد بيكون بلازما. 90% من ال 54% دول ميه. طب ما واحده واحده، انت عندك كام لتر؟ 6. ال 54% بتوع الستة دول كام؟ اعملها كده على الكالكوليتور. ده يا دكتور يطلع كام؟ هيطلع 3.25. ده كده يا جماعه كميه البلازما في العينه دي. يعني ال 6 لتر دم يا جماعه فيهم قد ايه بلازما؟ فيهم 3.25. حلو الكلام. طيب الكميه دي بقى فيها قد ايه ميه؟ احنا عارفين يا جماعه ان الميه 90% من البلاد بلازما. طيب الرقم ده ال 90% يا جماعه بتوعه كام؟ هتقول لي لو انت عملتها على الكالكوليتور 90% باي 3.25 هيطلع يا جماعه اجابتك نمبر دي اللي هي 3.2. هي بالتالي بقى يطلع 3.24. برضه سؤال محترم يا شباب، ونسبه فكره الحسابات دي برضه مهمه. Question 49 بيقول لك the opposite test tube contains centrifuged blood sample. In your opinion، من وجهه نظرك اللي ملهاش 60 لازمه عندنا، the owner of this sample ايه؟ يكون عنده ايه يا جماعه؟ طبعا لو انت مركز ان هو البلازما كبيره جدا، اعلى من مين؟ اعلى يا دكتور من باقي كميه الدم. المفروض احنا متفقين يا جماعه ان البلازما 54% والباقيين اللي هم 46% ده الدم. هل بذمتك التساوي ده او النسب دي كده في الرسمه مظبوطه؟ لا طبعا. ففي المريض ده يا جماعه هتلاقي كميه الدم عنده قليله، فعنده عرضه كتير بقى، ممكن انيميا انسون. نتوقع عنده ايه؟ درينك تو ماتش ووتر؟ لا طبعا. ولا الليس ماتش؟ لا، الميه طبعا ما تعملش كده في الدم. سفر فروم انيميا؟ اه طبعا وارد جدا. ما هو نقص يا جماعه كميه الدم ممكن يؤدي الى او يكون بسبب نقص كميه الار بي سيز، فده طبعا يجيب انيميا. هيلثي بيرسون؟ طبعا ده استحاله يكون هيلثي، لان الهيلثي يا جماعه النسب بتكون بالمنظر ده كده. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. طيب نيجي هنا في الكوتشن نمبر 50 بيقول لك the following graph represent amount of vitamin والمينرال في فود ستاف او فود سبستانس. 4 طبعا، 4 يا جماعه اكلات. بيقول لحضرتك which of the following food substance considered the best source for transporting oxygen to the blood. طبعا يا جماعه احسن حاجه تنقل لك الاكسجين لكل اجزاء الجسم. هتقول لي يا دكتور بمنتهى البساطه يبقى احنا بنتكلم في الار بي سيز. والار بي سيز يا جماعه مين كان داخل في تركيبه؟ الهيموجلوبين، اللي هو كان عباره عن ايه؟ امينو اسيد مع ايرون. يعني لما اجي ابص على دول شوف لي حاجه يا دكتور اعلاهم ايرون. مين من دول اعلاهم ايرون؟ اجابتك يا جماعه تبقى الايج، دي كده اعلاهم ايرون، فاجابتك هتبقى نمبر سي. Question number 2 بيقول لك the food substance that is the most rich in element which necessary for protecting blood from bleeding. مين من دول يا جماعه تعتبر وجبه غذائيه ويعتبر اكل مهم جدا انه بيحمي الجسم من البليدنج؟ ده ولا دكتور كده على الكالسيوم. لو انت ركزت في الكالسيوم، مين اعلاهم كالسيوم يا دكتور؟ هي الفروتس، فاجابتك هنا هتبقى نمبر اي. لان طبعا يا جماعه الكالسيوم ده كان بيلعب دور مهم جدا في تحويل البروثرومبين اللي بيتم انتاجه من الليفر، يحوله لمين؟ لثرومبين. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن نمبر 51 بيقول لك which of the following graph illustrate relation between rate بتاع البلاد بريشر والنمبر بتاع الهارت بيت.
افتر ايه؟ افتر ووكينج اب، بعد ما تصحى من النوم. طبعا يا جماعه بعد ما اصحى من النوم معدل البلاد بريشر يزيد الى ان يثبت للمعدل الطبيعي. طب هنا دلوقتي بيقول لك ان هو ثابت، طبعا لا. الفكره هنا هتبقى نمبر بي، ان البلاد بريشر يزيد طبعا مع زياده ضربات القلب الى ان تثبت لتصل ل 70 بيت بير مينيت. طيب فبالتالي يا جماعه اجابتك هنا هتبقى نمبر بي. في كويشن نمبر 52 بيقول لك return back of part of blood to the left atrium during contraction of ventricle. ده ديزيز يا جماعه بسبب ايه؟ يعني لو انا جيت رسمت كده الهارت اهو، بيقول لك عوده الدم للليفت اتريوم اللي هو ده، الدم يرجع تاني للليفت اتريوم لو الليفت فنتريكل عمل كونتراكشن. ده يحدث بسبب ايه؟ اكيد يا دكتور بسبب خلل في البايكاسبيد فالف اللي هو الميترال فالف. فعايز اجابه هتقول لي النارنج ميترال فالف، طبعا غلط. ميترال فالف باك فلو، باكورد فلو يعني في مشكله بيرجع الدم لورا، ده صح، الاجابه هتبقى بي. بالمونري فالف ملوش علاقه، ولو انت ضيقت البالمونري فالف مفيش برضو علاقه بالقصه دي، لذلك يا جماعه اجابتك هنا هتبقى نمبر بي. سؤال مهم جدا يا شباب، محتاج واحد بيفهم. تعالى يا دكتور في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن نمبر 53 بيقول لك the opposite graph illustrated change in blood pressure in the left side of the heart during complete heartbeat. دلوقتي احنا بنتكلم في الليفت سايد. يعني ايه يا دكتور في الليفت سايد؟ يعني انا بتكلم بالظبط في الحته دي اهي، اللي هي مين يا جماعه؟ اللي هي ليفت اتريوم، واللي هي مين؟ ليفت فنتريكل. يعني بتكلم في الباي كاسبيد فالف، وبتكلم في مين تاني؟ في الاورطه. بتكلم في الحته دي بس. السؤال الاول بيقول لك at which time period in the ventricle become empty from blood. صلي بينا على النبي بقى كده وكوبايه شاي جنبك، والسؤال ده عالي جدا محتاج واحده واحده. اهم حاجه تركز، انا بتكلم على مين؟ على الليفت سايد بس. حلو الكلام. هنا طبعا بلاد بريشر، وبيديك هنا يا دكتور الليفت فنتريكل اللي هو الاخضر ده كده الليفت فنتريكل، والاورطه الاحمر ده يا دكتور، والليفت اتريوم اللي تحت. حلو الكلام. اول حاجه يا دكتور هنا في المرحله ايه؟ ده كده يا دكتور الفنتريكل بقى مليان دم في المرحله دي. عرفت منين؟ لان يا جماعه ضغط الدم بيزيد في نهايه المرحله ايه عشان يبتدي يعمل بوشنج للبلاد في الاورطه. فدلوقتي الفنتريكل بقى ماله يا دكتور؟ بقى فول ويز بلاد. فين؟ في المرحله ايه؟ حلو الكلام. طالما يا جماعه في الفنتريكل دلوقتي بقى مليان دم في المرحله ايه، هتقول لي بمنتهى البساطه يا دكتور هيبتدي يعمل كونتراكشن عند البوينت 3، هيعمل كلوز للميترال فالف. بالله عليك ركز معايا. طالما هنا يا دكتور هيعمل كلوز عند الميترال فالف، هنعمل كونتراكشن للفنتريكل عند النقطه 1 دي يا دكتور. ايه اللي هيحصل؟ هيعمل اوبن لمين؟ للاورتيك فالف. طالما هيعمل اوبن للاورتيك فالف يا دكتور، البلاد ماله؟ قال لك هيعمل بوشنج، يروح يخرج في الاورطه. طب طالما يا جماعه البلاد بص كده هيخرج في الاورطه، انت عندك يا دكتور الجزء الاحمر ده كده اورطه لحد بوينت بي 2. طب دلوقتي يا جماعه طالما البلاد خلاص خرج من الاورطه، هيجي هنا يا جماعه عند بوينت نمبر 2. ايه اللي يحصل؟ هنعمل كلوز للاورتيك فالف. كده خلاص يا جماعه البلاد خرج من الهارت عن طريق مين؟ عن طريق الاورطه. فمضطرين نقفل الاورتيك فالف. ليه؟ عشان نخلي الدم تاني يخش للفنتريكل عن طريق مين؟ الميترال فالف. حلو الكلام. طب في الحته دي يا دكتور كده خلاص الفنتريكل بقى فاضي من الدم. هنيجي ننزل بعد كده ضغط الدم، انت لو مركز حتى هتلاقي يا دكتور ان ضغط الدم اللي موجود هنا هيبتدي يقل الى ان يصل لمين؟ للبوينت 4. ايه اللي حصل عند البوينت 4؟ هنعمل يا دكتور اوبن للميترال فالف عشان ندخل دم تاني. فعند بوينت 4 هيحصل اوبن للميترال فالف. سؤال واحده واحده بقى. في انهي مرحله يا دكتور الفنتريكل هيبقى خلصان خلاص فضي خالص من الدم؟ هتقول لي انهي مرحله؟ بص كده فضي خالص من الدم في المرحله دي يا دكتور اللي هي مين؟ سي. لان لو انت مركز بص كده الفنتريكل يا جماعه اهو ضغط الدم علي قام قال لي هنا، وبناء على كده يا دكتور الحته دي كان خلاص الفنتريكل فضي من الدم خلاص. بس اللي بعده at which time period in the ventricle become full of blood. في انهي مرحله يا دكتور الفنتريكل مليان دم؟ ما انا لسه قايل لك في انهي مرحله؟ في مرحله الايه اهي. هنا في 3 بيقول لك what happened to the aortic and mitral valve عند البوينت اللي قدام حضرتك في السؤال. لو انت مركز هنا عند 3 بقول لك هيحصل كلوز للميترال فالف. تعالى ادي الميترال فالف اهو هيعمل كلوز عند 3، يعني عندك البي تنفع كم؟
هنا عند ال1 هنعمل اوبن للاورتيك فالف، عند ال1 هنعمل اوبن للاورتيك فالف يعني اما ايه اما بي. كمل. عند 2 كلوز اورتيك فالف، الاورتيك فالف كلوز عند 2 فيا اما دي اما دي. عند 4 اوبن ميترال فالف، الميترال فالف يفتح عند 4، لذلك يا جماعه اجابتك هتبقى نمبر بي. السؤال ده يا جماعه مهم جدا، فكرته عاليه جدا جدا جدا، احنا كده عدينا الليفل بتاعنا. فكره مهمه جدا يا شباب، السؤال ده عالي جدا، محتاج بس واحد بيفهم، ودينا الحمد لله قلنا كل التريكات اللي فيه. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن نمبر 54 بيقول لك ذا اوبوزيت جراف illustrated change in blood pressure in aorta and left ventricle during complete heartbeat. دي كده يا جماعه هارت بيت كامله. Which of the following cause increased blood pressure between البوينت X والواي؟ تعالى ادي الاكس يا دكتور وادي الواي. طبعا الاكس هنا يا جماعه ده بيشاور على مين؟ على البريشر في الليفت فنتركل، ده كده الليفت فنتركل. والخط الواي ده يا جماعه في الاورطه. ايه اللي يخلي يا جماعه الضغط يزيد كده من المنطقه اكس والواي؟ هتقول لي اكيد يا دكتور الليفت فنتركل هيعمل كونتراكت عشان يعمل بوشنج للبلاد من الاورطه يروح لكل اجزاء جسمك. فعايز اجابه. هل عشان عملنا كونتراكشن للليفت اتريوم؟ لا طبعا، انا عملت كونتراكشن للليفت فنتركل. هل ريلاكسيشن للليفت اتريوم؟ لا طبعا. كونتراكشن ليفت فنتركل صح، الاجابه هتبقى نمبر سي. ريلاكسيشن ليفت فنتركل غلط، احنا قلنا احنا عملنا كونتراكشن للليفت فنتركل. طيب 55 برضه سؤال محترم، عايزين الناس بتفهم واحده واحده كده معانا. بيقول لك study the following graph which choose express the curve that found in it. مين من دول يا جماعه الكيرفز اللي عندك دول؟ واحده واحده. تعالى. هنا بيقول لك artery، arterioles، blood capillary، venules، vein. حلو الكلام. اعلى ضغط دم فين؟ في الارتري. زين blood capillary، زين vein. حلو قوي. فانت لو حضرتك مركز معايا، الخط المنقط الاسود ده اعلى ضغط دم، ده مثلا عالي هنا اهو، عالي فين؟ في الارتري. ابتدى يقل فين؟ ارتريول. قل فين؟ بلاد كابيلاري. قل خالص فين؟ فين. يبقى الخط المنقط ده يا دكتور ماله؟ ده البلاد بريشر. فهو بيقول لحضرتك المنقط ده مين؟ الزد. يبقى الزد ده يا جماعه بلاد بريشر، فلما اجي اتكلم عن بلاد بريشر هتقول لي زد، يا ده يا ده. السؤال ده مهم جدا يا شباب. طب كمل في اللي بعده. تعالى نتكلم في السيرفيس اريا. مين يا دكتور اكترهم سيرفيس اريا؟ هتلاقي البلاد كابيلاري. ليه؟ لان البلاد كابيلاري يا جماعه عددها كبير جدا جدا، ولو ارتبطت مع بعض هتلاقي السيرفيس اريا بتاعتها عاليه جدا. فاعلاهم بلاد كابيلاري، اعلاهم سيرفيس اريا هتقول لي بلاد كابيلاري. لذلك يا جماعه الخط اللي عالي جدا ده عند البلاد كابيلاري ده السيرفيس اريا. وكان مين الخط ده يا جماعه كان الاكس. فالاكس سيرفيس اريا. فين السيرفيس اريا؟ اهي. كم. تعالى في السبيد. طبعا يا جماعه احنا عارفين ان السبيد في الارتري عاليه جدا، لازم تقل في البلاد كابيلاري عشان تقدر تعمل اكستشينج للويست وللجازس اند سو اون. وبناء على كده يا جماعه اقل سبيد للبلاد بتلاقيها فين؟ في البلاد كابيلاري عشان تقدر تعمل اكستشينج. فالخط الثالث ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو الواي، ده اقدر اقول لك ان هو مين؟ ده السبيد اوف بلاد فلو. لذلك اجابه السؤال ده هتبقى نمبر سي. والسؤال ده ماله يا رجاله؟ مهم جدا. فكرته عاليه جدا جدا يا شباب السؤال ده. طيب تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن نمبر 56 بيقول لك ذا اوبوزيت جراف which illustrates the rate of heart beat. ايش الجراف ده يا جماعه؟ بيوريك كده معدل الهارت بيت of a person during day، لشخص معين خلال اليوم. So the time period that represent doing physical exercise. واحد دلوقتي انهي بقى نقطه الشخص ده عمل فيزيكال اكسرسايز، عمل تمرين او عمل لياقه بدنيه. هتقول لي بمنتهى البساطه يا دكتور انت عندك الاي البي الهارت بيت زادت بس خلاص. يبقى في البيريود دي ده معدل الفيزيكال اكسرسايز كان عالي جدا. اجابتك يا جماعه تبقى نمبر ايه. ده سؤال عبيط طبعا. 57 which of the following blood vessel contain highest level of oxygen and the lowest level of carbon dioxide. اعلى معدل للاكسجين هتلاقيه موجود في البلمونري فين. عايز اجابه. طبعا هنا مش موجود بالمونري فين، هات لي من دول بقى حاجه تنفع. اورطه يا دكتور هتلاقي فيها كميه عاليه جدا من الاكسجين، كميه قليله من الكربون دايوكسيد، فدي تنفع. طبعا السبيريور والانفيريور فينا كافا مليانين كربون دايوكسيد. بالمونري ارتري مليان كربون دايوكسيد، انما الاجابه اللي تنفع هنا هتبقى نمبر اي. 58 blood corpuscle and platelets in human represent كام تقريبا؟
قلنا البلازما 54 دي كده بلازما، والباقي اللي هي الوايت بلاد سيل بقى والار بي سيز وكمان البليتلتس اللي هم كام؟ كان يا دكتور 46%. فالاجابه هنا يا جماعه تبقى نمبر بي اللي هي 46. تعالى في الكوتشن اللي بعده. هنا دكاتره كوتشن 59 بيقول لك فروم ذا اوبوزيت فيجر ايه هي الفانكشن للاكس؟ وهنا من الاكس يا جماعه اللي مشاور عليها دي الوايت بلاد سيل، فتقول لي اكيد تعمل اتاكينج مايكروبس. طبعا ترانسبورت اوكسجين لا، ترانسبورت هرمون لا، اللي بينقل الهرمون يا شباب كانت البلازما، بلاد كلوتنج كانت البليتلتس، ريزيستنس ديزيز طبعا لانها من ضمن وظائف الوايت بلاد سيل يا جماعه بتعمل اتاكينج للميكروبس. 60 بيقول لك to know the regularity of level of glucose in blood for diabetic patient. The level of glucose that is linked لمين؟ للهيموجلوبين. ده طبعا تحليل بنعمله يا جماعه عشان نعمل السكر التراكمي. بيقول لك بقى must be measured every ايه؟ طبعا يا جماعه عشان نعمل سكر تراكمي بنجيب ار بي سيس جوه جسمك قعدت العمر بتاعها. عمر الار بي سيس كام يا جماعه؟ قلنا 120 يوم. 120 يوم يا رجاله يعني كام مانثs؟ هتقول لي يا دكتور يعني 4 months اللي هي 4 شهور. لان الشهر الواحد طبعا 30 يوم، 30 في 4 ب 120 يوم. والسؤال ده يا شباب مهم جدا جدا جدا، لازم تعرف ان السكر التراكمي بنجيب ار بي سيز قاعده يا دكتور في جسمك بقالها 120 يوم ونعمل عليها التست بتاعنا. طيب 61 which of the following expected to be reason for hemophilia؟ تتوقع مين من دول يا جماعه سبب لسيوله الدم؟ واحده واحده. increasing calcium level in blood لا طبعا ده مش سبب. والسلبي increasing level of vitamin K لا برضه مش سبب. increasing blood platelets percentage in blood يعني لو البلاد بليتلتس زادت معدل تكوين الجلطه يقل لا طبعا ده غلط. والسي absence of one of blood clotting factor من البلاد حقيقي. غياب احد عوامل التجلط في الدم يؤدي لعدم تكوين الثرومبوبلاستين وده اللي بنبدا بيه تكوين الجلطه. لذلك يا جماعه اجابتك هنا هتبقى نمبر دي. سؤال برضو مهم جدا يا شباب. تعالى في الكوتشن اللي بعده. دكاتره كوتشن 62 بيقول لك which of the following substance can be used to prevent clotting of blood sample in tube during carried out in laboratory test؟ مين من دول يا جماعه بنستخدمه في معمل التحاليل عشان نمنع تجلط عينه الدم؟ بنحط عليه ايه؟ قلنا هيبارين، وبلغه الصنعه بنسميه دم متهايبر يعني دم عليه هيبارين. وبناء على كده يا شباب هتقول لي هنا بنستخدم مين؟ الهيبارين عشان نمنع تكوين التجلط. 63 بيقول لك lowest value of blood pressure in human is on ايه؟ طبعا يا جماعه قلنا ضغط الدم فيه رقمين، رقم فوق اللي هو العالي طبعا والرقم اللي تحت ده القليل. الرقم القليل ده يا جماعه بيحصل امتى؟ during relaxation of ventricle. طالما هنعمل ريلاكسيشن فنتريكل صلي بينا على النبي. هتقول لي اكيد يا دكتور هي الباي كاسبت اند تراي كاسبت فالف مالهم اوبنز. هتقول لي اكيد يا دكتور الاورتيك اند بالمونري فالف مالهم كلوز. هتقول لي اكيد يا دكتور هيحصل كونتراكشن لمين؟ للاتريوم. حلو الكلام. فبيقول لك بقى الرقم اللي تحت ده يعبر عن ايه؟ شوف لي حاجه من دول. كونتراكتنج ليفت اتريوم ينفع صح، يحصل كونتراكشن للاتريوم صح. بس اللي بعده ريلاكسيشن اتريوم لا طبعا غلط. هيحصل كلوزر للباي كاسبت فالف لا الباي كاسبت فالف يفتح بس غلط. بص دي هيحصل كلوزر للتراي كاسبت فالف التراي كاسبت فالف برضه يفتح مش يقفل فدي غلط. وبناء على كده يا جماعه اللي ينفع فقط للاجابه دي نمبر ايه. السؤال ده يا جماعه مهم جدا وممكن اجيب لك عليه كذا فكره. معايا يا رجاله؟ تعالى في اخر كوتشن معانا يا شباب. هنا دكاتره وصلنا لمرحله النهايه في اخر سؤال تشوز معانا النهارده. بيقول لك هنا the following figure illustrates the upper view of heart valve. ده طبعا يا جماعه upper view يعني منظر علوي كده للفالفات اللي في القلب. which one express what happened in the heart and that represented by upper number during measure للبلاد بريشر. حضرتك اتفقنا ان الابر نمبر وفي اللي طبعا اللور نمبر اتكلمت عنه في السؤال اللي فات. دلوقتي هتكلم عن الابر نمبر. ده يا جماعه بيحصل امتى؟ بيحصل لما نعمل كونتراكشن للفنتريكل. كونتراكشن فنتريكل معناه 3 حاجات ممكن يحصلوا. ايه ال3 حاجات؟ هتقول لي يحصل ريلاكسيشن للاتريوم.
معناه يا دكتور الباي كاسبيد اند تراي كاسبيد فالفس هيحصل كلوز، هيقفله. معناه يا دكتور ان الاورتيك اند بالمونري فالفس هيحصل له يا دكتور، هيحصل لهم اوبن. حلو الكلام. فانت عندك المنظر العلوي بتاع القلب بقى، هتلاقي اتنين قفلوا واتنين فتحوا. مين الاتنين اللي قفلوا؟ باي كاسبيد تراي كاسبيد. مين الاتنين اللي هيفتحوا؟ الاورتيك والبالمونري. عايز اجابه. حضرتك فين هنا الباي كاسبيد؟ ادي الباي كاسبيد وادي التراي كاسبيد فالف، الاثنين دول قفلوا اهم. حلو الكلام. يبقى الباي كاسبيد التراي كاسبيد قفلوا اهم يا عم، قفلوا. طب الاورتيك والبالمونري فتحوا، ادي الاورتيك فالف والبالمونري فالف، فالاجابه هتبقى نمبر بي. طب الايه غلط ليه؟ لان الباي كاسبيد قفل التراي كاسبيد فتح، ده غلط. المفروض الاثنين يقفلوا. طب دي غلط ليه؟ لان التراي كاسبيد قفل الباي كاسبيد فتح، ده غلط. بص الدين بيقول لك ان الاثنين باي كاسبيد والتراي كاسبيد هيفتحوا، وده غلط. ممكن اختار الاجابه دي امتى؟ لو قلت لك انهي واحده من دول تعبر عن اللور نمبر. ففكره السؤال ده يا شباب مهمه جدا جدا جدا، محتاجين ان احنا نفكر فيه. فكره محترمه واجابه محترمه مهمه جدا. الاجابه هنا تبقى نمبر بي. انما دي هنا هنختارها لو قلت لك انا بتكلم عن اللور نمبر، فاجابتك هتنفع نمبر دي. انما في حاله السؤال ده يا شباب الاجابه هتبقى نمبر بي. بكده يا رجاله نقدر نقول لكم الحمد لله احنا حلينا حوالي 64 كويشن خاصين يا دكتور بالليسون بتاع السيركيلاتوري سيستم. نتمنى ان احنا نكون راجعنا كل الاسئله سؤال سؤال، وشفنا يا دكتور فكره كل سؤال عايزه ايه مننا، وعرفنا يا دكتور ازاي نحل جميع افكار الاسئله. اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب في الفيديو اللي جاي اللي هيكون خاص بمين؟ بالسي كويشن. لازم يا دكاتره تكونوا عاليين الهمه عشان احنا خلاص دخلنا في نص المنهج. تكونوا عاليين الهمه عشان اقسم بالله ما هنرضى بغير القمه. اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب، وسي يو سون ان شاء الله.